اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، الناس في كتير جدا محتاجها. ازاي تكشف على موبايلك الايفون من غير ما تحتاج لاي حد يساعدك؟ انت بنفسك تعمل القصه دي ببساطه شديده في خطوتين هنعملهم مع بعض. الخطوه الاولى هتكون من خلالنا احنا كده، هنشرحها مع بعض، والخطوه التانية هتكون من خلال جهاز اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، وهقول لك تعمل ايه. طيب تعالى كده ندخل في الموضوع على طول، بس اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل زرار الجرس، ويلا بينا نبدأ على طول. ده دلوقتي جهاز ايفون انا هشتريه، ده ايفون 7. الجهاز قدامي شغال، بصمة شغالة، كل حاجة ما فيهاش اي مشاكل خالص. طيب انا اعرف منين بقى الجهاز ده كويس ولا لا؟ اول حاجة كده بعينك المجردة، وده اي حد يعرفها، اخبار الفريم ايه، اخبار الخرابيش ايه، الحاجات دي كلها، دي طبعا حاجة ترجع لك، الخرابيش والحاجات دي. بس برضو ممكن يكون الحاجات دي متغيرة، ممكن يكون الحاجات دي هو من بره كويس لكن من جوه مش كويس، هنشوف دلوقتي. فبالنسبة للفريم انت هتاخد بالك بقى من ايه؟ خد بالك لو انت مثلا، هوريكم حاجة، انا جايب لكم جهاز يا جماعة فيه شغل، يعني مش جايب لكم جهاز سليم، هو سليم وشغال لكن فيه شغل. لما انا امسك الجهاز، ركز معايا بقى، لما انا امسك الجهاز كده واعمل كده، شايف ركز معايا، شايف الشاشة بتاخد وتدي معايا ازاي؟ شايف؟ اظن باينة. ده معناه ان الشاشة دي متغيرة. لو الشاشة دي ما اتغيرتش مستحيل الجهاز يعمل معاك كده، شايف اهو. ده تيست تعمله، تيست بسيط جدا ما فيهوش اي اختراع يعني. طيب التيست اللي بعد كده ان انت هتفتح المنفذ الشرايح ده وتنفخ جوه الجهاز. بعد ما تنفخ جوه الجهاز هتلاقي ان في هواء طالع من كل حتة، ده دليل ان الجهاز ده مفتوح على طول كده. طيب دي الحاجة اللي بناخدها بعيننا المجردة. طيب تعالى بقى ندخل على السيتنج، وتروح حضرتك داخل على الجنرال او العام بالعربي، وتنزل تحت خالص هتلاقي في حاجة اسمها اعادة تعيين او ريسيت ايفون. لو ما لقيتش دي ما تشتريش الجهاز، ولو لقيت دي تروح عامل ريسيت، تدوس كده وتعمل الريسيت الجميل بتاعك يا باشا، وتشوف الايفون بتاعك اللي انت هتشتريه ده هيطلب منك الاي كلاود ولا خلاص هو مش محتاج اي كلاود. لكن لو طلب منك اي كلاود ده معنى كده ان الجهاز ده معمول له تخطي، وده ما تشتريهوش. طبعا الجهاز قبل ما هتستخدمه هتخلي صاحبه ان هو يشيل الاي كلاود من عليه، لكن احيانا الناس بتكون عامله تخطي للاي كلاود. فانا اعرف القصه دي ازاي عشان ما البس؟ زي ما قلت لك هتدخل على عام او جنرال، تحت خالص اخر اختيار او قبل الاخير اللي هو الايفون ريسيت ايفون او اعاده التعيين. مهم جدا الحته دي. دول الخطوات المهمه اللي لازم انت تاخد بالك منها. طبعا تروح فاتح الكاميرا معاك اللطيفه وتصور بيها تصوير عادي، وتصور بيها لمده 5 دقايق كامله فيديو. لو البطاريه بتاعتك لقيتها نزلت 5% 6%، ده طبيعي. اكتر من كده معنى كده ان البطاريه دي بعافيه شويه. طبعا وتروح كاشف على البطارية، تدخل على البطارية تشوف الهيلث بتاعها، هنا 100%. ده دليل ببساطة لو انت هتشتري موبايل قديم اس 6 بلس، ايفون 7، الكلام ده الحاجات القديمة دي، لو انت لقيتها 100% فقطعا محدش يقنعك ان الجهاز ده بمبرشم، هو اكيد متغير له بطارية، وده ما يعيبوش على فكرة. اكيد يعني يعني ايفون 7 اكيد البطارية بتاعته هتتغير، يعني ده امر طبيعي. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي يا ريت تقدر تعملها، ان انت لو هتروح تشتري ايفون تاخد معاك، لو تقدر، لو انا مثلا رايح اشتري ايفون 8، يا سلام لو لقيت واحد صاحبي معاه نفس الجهاز، واخد الجهاز وافتح الشاشتين قدام بعض عشان اعرف هل الشاشه دي فعلا متغيره اصليه ولا متغيره مش اصليه. الالوان هتبان، الالوان الاصليه طبعا زاهيه ومحترمه. تمام. طيب دي كده الخطوات العاديه اللي انت هتعملها بعينيك المجرده من غير اي، مش محتاجه خبير. طيب تعالى بقى نروح لللابتوب بتاعنا، نمسك اللابتوب بتاعنا والوصله بتاعتنا بتاعت الايفون، ونروح لل3 تولز ونشوف الجهاز اخباره ايه بقى على اللابتوب. يلا بينا كده يا شباب، احنا معانا الايفون بتاعنا اللي هنكشف عليه، ومعانا كمان وصلة اللايتنينج بتاعت الايفون،
ومعانا اللابتوب بتاعنا ومسطبين عليه 3 تولز. 3 تولز ده هتلاقيه على جوجل، اكتب 3 تولز هتلاقيه نزله. الموضوع بسيط وسهل مش محتاج اي اختراع. هتفتح 3 تولز زي ما انت شايف كده، موضوع بسيط جدا. شوف بقى الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض عشان تكون عارف. انا اول ما فتحت 3 تولز انا بجيب لك الخطوات من البدايه عشان تشوف ايه اللي هيحصل معاك. اول ما فتحت 3 تولز هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي مفيش حاجه. هو هنا بيوضح لي بيقول لي مفيش حاجه. اقول له طيب ما انا عارف ان مفيش حاجه. هروح انا دلوقتي موصل الجهاز اللابتوب بتاعي، هوصله ب ادي اللايتنينج بتاعي بوصلها، وامسك جهاز الايفون واروح مركب كده. بص بقى اللي حصل. ظهر معايا اهو بيعمل لود. بص اهو ظهر معايا ان هو اهو ايفون 7 اهو. اول ما وصلت الايفون بتاعي قال لي ايفون 7 128 جولد زي ما انت شايف كده عند الماوس. نسبة البطارية بتاعتي 94%. الشحن يعني مش نسبة البطارية، اسف. هنا طبعا كل التفاصيل بتاعته ان هو من يونايتد ستيت، من امريكا، ده مش جاي من مصر او الاصدار اللي هناك. اتشحن مرتين بس، ده عدد الشحنات. طبعا انا بتكلم على البطارية عشان جديدة. هنا اتشحن عدد البطارية اتشحنت مرتين فقط. تمام. ودي الحاجات اللطيفة اللي انت ممكن تقراها. طب احنا بقى عايزين نشوف المهم. انا بعد ما عرفت البيانات العامة للجهاز، مش هو ده اللي انا عايزه. انا عايز اشوف في حاجة متغيرة جوه في الجهاز. الجهاز معمول متغير له حاجة. شوف هنا بقى في حاجة اسمها ايه؟ فيو فيريفيكيشن ريبورت. هتدوس عليها. هنا بقى كله نورمال 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 نورمال. تيجي بقى عند حضرتك هنا شايف الاكس دي؟ هنا بيقول لك البطارية اتغيرت، الكاميرا الامامية اتغيرت، الكاميرا الخلفية اتغيرت. يبقى الجهاز ده متغير له ايه بقى يا باشا؟ متغير بطارية، كاميرا امامية، وكاميرا خلفية. كده احنا عرفنا الجهاز بتاعنا متغير فيه ايه من غير ما حد يضحك علينا ولا اي حاجة. الموضوع بسيط جدا وسهل. طيب رغم كل اللي احنا عملناه ده، لكن في ناس بيقدروا يعملوا ان الكلام ده كله نورمال حتى لو هو متغير. بيتعمل عن طريق حاجات يعني مش لطيفة. لكن العام المفروض 3 تولز يطلع لك الحاجة الطبيعية، لكن الموضوع بيتضرب احيانا. اللي احنا بنعمله ده مش 100%. تقدر تقول الكشف اللي احنا هنعمله ده من اول ما انت بتمسك الجهاز لحد ما تدخله على اللابتوب هو بنسبة 90% انت بتكشف على الجهاز. في 10% هي خارجة عن ارادتك. لو اللي قدامك فعلا ما عندوش ضمير ممكن يضحك عليك. فده بالتفصيل ازاي تكشف على جهازك. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس. ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي لكم.